أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. النهاردة جايين نتكلم عن فوائد الصيام في رمضان. انتوا عارفين طبعا شهر رمضان شهر الخير والبركة اللي بتحل على كل الناس وكل اللي حوالينا، يا رب ان دايما متجمعين وبنتجمع في رمضان دايما. الاستفادة كتير قوي 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 في رمضان. فاحنا النهاردة جايين نتكلم عن فوائد الصيام للجسم في رمضان. عندنا أول حاجة الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بيستفاد من الصيام بإن بيقلل عسر الهضم والانتفاخات وبيؤدي إلى راحة الجهاز الهضمي فترة الصيام. عندنا تعزيز صحة القلب. القلب وعلاقته بالصيام إن هو بيقلل مستوى الكوليسترول في الدم والدهون الضارة اللي موجودة في الدم. عندنا الصحة العقلية اللي عقلنا بيركز اكتر وقت الصيام وبيفرز هرمون السعادة وبيقلل من التوتر عندنا في وقت الصيام، وبيبقى علاج قوي للصحة العقلية. عندنا برضو اللي هو السموم اللي بتبقى موجودة في الجسم طول السنة وعلى الكبد، دي بيتم تقليل نسبة السموم واستخراج السموم من الجسم وقت الصيام، لأن شهر رمضان هو شهر الخير والخير لكل أي حاجة حوالينا. فإحنا عندنا برضو بنتكلم النهارده عن تعزيز الجهاز المناعي. والصيام بيؤدي إلى تعزيز الخلايا المناعية واستعادة الخلايا المناعية مرة تانية، اللي هي بتقدر تخلينا نواجه الأمراض ويبقى مناعتنا قوية ضد الأمراض. بالحقيقة كده كل الصيام ليه فوائد كتيرة قوي احنا اتكلمنا فيها، ده جزء ده منه. والصيام عامة مفيد للجسم جدا ومفيد لجميع الأجهزة اللي موجودة في الجسم. فإحنا النهاردة بنتكلم عن إزاي الصيام مفيد للجسم وإزاي نحافظ على الصيام. طبعا احنا دلوقتي كل واحد فينا، في ناس دايما بتزيد في شهر رمضان، يقول لك أنا بزيد وزني بيزيد في رمضان لأن أنت مش متبع نظام غذائي كويس في رمضان. فاحنا بنتكلم النهارده عن النظام الغذائي اللي حتى هتتبعه في رمضان. لازم أن تكون انت حاطط خطة للنظام الغذائي بتاعك في رمضان عشان ما تلاقيش نفسك زدت في الوزن، لان خلي بالك برضو من اسباب الاستفادة للجسم من الصيام هي حرق الدهون. فدي فرصة عظيمة جدا للناس اللي هي عايزة تخس في الوزن. دي في رمضان بيبقى في حرق دهون ان انت قاعد مدة ساعات مثلا من 14 ل 16 ساعة صايم، فدي فترة كويسة جدا ان انت تقل في الوزن. فتعالوا نتكلم عن النظام الغذائي اللي لازم نتبعه في رمضان. يا وانت ما عملتش اشتراك للقناة اعمل اشتراك وسبسكرايب، اعمل تفعيل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، وهنكمل للنظام الغذائي. انت عندك النظام الغذائي في رمضان اللي انت المفروض تتبعه ان انت تبقى اكلك محسوب. يعني بمعنى انا هبدا مثلا الفطار، انا جيت المغرب اذنت، نبدا الفطار لبن وتمر، دي اول حاجه تبدا بيها. تاني حاجه شوربه دافيه كده، شوربه خضار او شوربه لسان عصفور او اي شوربه دافيه كده. بعد كده انت بتعمل طبق متوازن ما بين البروتين والكارب والدهون الصحيه. يعني مثلا انت عندك البروتين زي الفراخ والسمك واللحمه، ومع رز ابيض، ومعاك زيت زيتون او مكسرات اللي هي الدهون الصحيه على سلطه او حاجه. بتيجي بعد كده مثلا انت بتروح تصلي التراويح وبترجع وكده، انت ممكن تعدي ساعتين ثلاثه وتاخد وجبه خفيفه، ودي وجبه ما بين السحور والفطار. وجبه خفيفه كده مثلا ايه، زبادي بالعسل، شويه مكسرات، اي حاجه خفيفه كده تبدا يعني ايه تكمل بيها الوجبه الاولانيه بتاعت الفطار لغايه ما توصل لوجبه السحور. ودي وجبه هتبقى انت هتركز على ان هي تبقى غنيه بالالياف والبروتين زي الفول والشوفان والبيض والزبادي بالعسل والحاجات دي هتاكلها في السحور، عشان تحافظ على جسمك من ان انت ما تدخلش معدل سكريات كتير قوي بعد الفطار، لان انت جسمك متعطش للسكر والسكريات طول اليوم. فلما بتيجي تفاجئه بالسكريات كتير ده بيقلب وضرر للجسم. يعني انت اللي استفدته في وقت صيامك ضيعته في وقت الفطار. فاحنا عايزين اليوم كله يبقى يوم نظام غذائي، اليوم نصه صيام ونصه نظام غذائي متوازن،
عشان نقدر نطلع بجسم كويس في رمضان وصحة كويسة، لأن هو مش جسم بس، الموضوع مرتبط بالصحة برضه. أنت صحتك في الصيام، فأنت ما تجيش تبوظ الصحة بتاعتك بعد الفطار. خليك أنت محافظ على جدول النظام الغذائي بتاعك اللي يخصك. لو حد عنده أي معلومة عايز يضيفها، في حد عايز يكلمنا في أي حاجة، يسيب لنا كومنت تحت. لو أنت عجبك الفيديو سيب لنا كومنت تحت. عندك اقتراح نتكلم في موضوع جديد المرة الجاية أو نعمل فيديو عن أي حاجة، سيب كومنت تحت. لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، وخليك معانا على القناة عشان تشوف كل جديد. هنستناكم بعد كده في فيديوهات تانية كتير. اعمل سبسكرايب ما تنساش.